واللوهاية منصوبة لهم سمي اللوهاية منصوبة لهم. أهلا وسهلا بالفرات وكل كوادرها، أهلا وسهلا بالفرات وكل كوادرها، من قصدة بني عامر وعلى راس مقدرها، من قصدة بني عامر على راس مقدرها. بني عامر ترحب، بني عامر ترحب وتزيد بالحرة، ونرحب بالطيبين نرحب، والقاصد لين نرحب بالطيبين نرحب، والقاصد لين نرحب بالطيبين نرحب، والقاصد لين نرحب بالطيبين، والقاصد لين نرحب بالطيبين نرحب، 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 والقاصد لين نرحب بالطيبين نرحب. هلا بجيت الفرات، هلا بجيت الفرات وهلا بكادرها، وماضيها عريق وحلو حاضرها. تنصر كل مواطن، تنصر كل مواطن والله ناصرها. هاو دوم نسولف بالحق حكي الباطل ما تهوى، ودوم نسولف بالحق حكي الباطل ما تهوى، دوم 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 نسولف بالحق باطل ما تهوى، دوم نسولف بالحق حكي الباطل ما تهوى، دوم نسولف بالحق حكي الباطل ما تهوى، دوم نسولف. هلا هلا وكل الهلا بقد ما مشيت وجيت، هلا هلا بجيت الفرات بقد ما مشيت وجيت، يا راعي الخوية ولا الخوية وفيت، يا راعي الخوية ولا الخوية وفيت، أدرع ضاي انت وبيك وبجيتكم هاي اتفاخر فيك اتفاخر، جيتكم 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 هاي اتفاخر فيك اتفاخر. شيخ عامر يقول، شيخ عامر يقول ابو حسنين، شيخ عامر يقول هلا هلا يا المعتني لينا هلا بيك، يا مرحبا محروس بالله والنبي حاميك. هلا هلا يا المعتني لينا هلا بيك، يا مرحبا محروس بالله والنبي حاميك. مشكور السعي، مشكور السعي ابو حسنين، مشكور السعي جيتك نحييك. هاو جيتونا نتشرف بيكم، 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 جيتونا نتشرف. الفرات، الفرات ترشد كل مواطن وتنصح الشيخ تار، ترشد كل مواطن وتنصح الشيخ تار بلسان الرسالة اللي ينطق على الله. اخذ حكي غاتي ولا تظل محتار، اخذ حكي غاتي ولا تظل محتار، باسم السيد وزدادت هون الصعبة وتسهل، 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 باسم السيد وزدادت هون الصعبة وتسهل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي مشاهدي قناة الفرات الفضائية ورحمة الله وبركاته، ونحن نلتقيكم مع حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم راية ودلة. احنا اليوم في محافظة البصرة وتحديدا في قضاء شط العرب وفي مضيف بني عامر، وبهذه العشيرة الوفية الأصيلة الموالية لمحمد وآل محمد. نرحب بهم واحنا وياكم ونقول لهم مساكم الله بالخير والعافية. الله بالخير، مساكم الله بالخير، الله يبارك بكم. نعم أعزائي المشاهدين، شاهدتمونا على طول حلقاتنا السابقة، تجولنا في كل مضايفنا العزيزة من الشمال إلى الجنوب، تجولنا في مضايف أهلنا في الجنوب وفي الفرات، وكذلك مع عشائرنا الوفية الأصيلة. وإحنا اليوم مثل ما قلنا في بداية برنامجنا، إحنا اليوم في قضاء شط العرب في محافظة البصرة في مضيف بني عامر، ومع الشيخ عامر الفايز، وهو مرشح ائتلاف المواطن ذا الرقم 2 في محافظة البصرة. رحب به احنا وياكم ونقول له مساك الله بالخير شيخنا العزيز واستاذنا في مضيفنا حقيقة، وليس مضيفك لنا احنا دائما بهذا المكان، وانت من الناس المضياف حقيقة. نرحب بك ونقول لك مساك الله بالخير والعافية. مساكم الله بالخير والكرامة، اهلا ومرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام. الله يبارك فيك شيخنا. انت مرشح لقائمة المواطن للرقم 2 في محافظة البصرة، وان شاء الله دوام الموفقية والفوز، وابناء عشيرتك وعمومتك ايضا يوقعون بالسند الذي اخذوه على انفسهم بانهم سيكونون ان شاء الله يذهبون صغار وكبار وشيوخ، الكل تذهب الى صناديق الاقتراع ان شاء الله. نسب عشيرة بني عامر لاين ينتمي؟ عشيرة بني عامر تنتمي إلى عامر ابن عقيل ابن عامر ابن صعصعة ابن هوازن ابن بكر ابن سليم ابن خصفة ابن عكرمة، إلى أن نصل إلى النسب العدناني من مضر من عدنان. أحسنت. نسب العشيرة. يعني متى استوطنت في محافظة البصرة، وهل لها يعني أخوال أعمام في محافظاتنا الباقية في مناطقنا القريبة أو في دول الجوار؟ عشيرة بني عامر بالأصل هي من منطقة الإحساء في منطقة الحجاز. والنعم. الله ينعم عليك. لكنهم هاجروا من الإحساء بسبب الاضطهاد الوهابي آنذاك، والذي عاد لليوم إن شاء الله يقضى عليه إن شاء الله. إن شاء الله. المد الوهابي الذي استشرى في تلك الفترة وطلب العيش، لأن كانت في منطقة الإحساء من المناطق الفقيرة، فهاجر العامريون من الإحساء متجهين نحو شمال الجزيرة، فاستوطنوا في جنوب العراق، تركزت أكثر شيء في البصرة وفي الناصرية في سوق الشيوخ، وفي كربلاء في عند تمر. استوطنوا ما يتعلق بالعراق، وقسم هاجروا أكملوا الطريق إلى منطقة الأحواز في إيران، واستوطنوا مع العشائر العربية هنالك، ولا زالوا قائمين في هذه المناطق تركيزا. أما انتشارهم فقد انتشروا باعتبار عشيرة بني عامر من العشائر المدنية، مو يعني منطقتها مو مناطق عشائرية وكذا، لكنها متمسكة وملتزمة بالأعراف والأخلاق والآداب العشائرية. نعم. المتتبع حس اللي يشاهد أيضا، يعني أنت شيخ عشيرة بني عامر، وكذلك يعني رغم أنت واصل إلى دراسة عليا وعندك شهادة ورجل يعني مثقف وعندك شهادة، لكن أنت بقيت متمسك بالأعراف العشائرية اللي ولاها إلك والدك المرحوم رحمة الله عليه، وبقيت متواصل مع عمامك. ما هي وصية الشيخ عامر الفايز وإحنا على قرب الانتخابات إلى أبناء عشيرته، ويجب أن نغير واقع الحال من الحال الأردى إلى الحال الأحسن؟ عشيرة بني عامر معروف عنها في البصرة وفي المحافظات الأخرى تسلك مع الشرع الشريف خط متوازي. أحسنت. يعني حتى في بعض الأعراف العشائرية والتقاليد العشائرية وحتى الأحكام العشائرية، عندما يحصل أمر نلتزم بما يأمره الشرع، ونخالف ما يخالف الشرع حتى وإن كان عرفا عشائريا. هذا من جهة. أما موضوع أنه أنا أكملت الدراسة، مو بس أنا، إنما كثير من أبناء العشيرة وصلوا إلى مراحل ودراسات عليا، دكاترة وأساتذة جامعات، قضاة، محامون، مهندسون، في كل المجالات. عشيرة بني عامر يوجد من أبنائها الكثير، لكن كل هؤلاء أيضا وأنا من ضمنهم، أنا أخوهم، متمسكون بالأعراف العشائرية،
ونجمع بين الأصالة والحداثة. أحسنت. أصالة أهلنا وآبائنا وأجدادنا، وحداثة المعاصرة والوقت المعاصر الحالي. نعم. الثقافة هي يجمع مع العلم الحفاظ على العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية، وأولها السير في نهج محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. وصيتك إلى أبناء عشيرتك بهذه المرحلة؟ وصيتنا احنا منذ البداية أنه يجب الذهاب إلى الانتخابات، ويجب أن يتعاملوا مع صناديق الاقتراع معاملات إيجابية للعمل على التغيير، لأنه ما قامت الانتفاضات على مر السنين الماضية وتغيير نظام الحكم بال 2003 وخرج الشعب العراقي بأكمله إلا لطلب التغيير. ولكن عندما حصل ما حصل من 2003 إلى 2014 لا زال المواطن العراقي غير راضي عن أداء المسؤولين، غير راضي عن أداء الحكومات، غير راضي عن أداء السياسيين الذي تصدوا لهذه المرحلة. إن شاء الله نرجع لما لك كانوا غير راضين، نعم. إذن علينا أن نعمل على التغيير. أحسنت. مسألة الانقلابات العسكرية والتغيير بالقوة راحت إن شاء الله، هذا بعد ما موجودة. ما بقى لنا غير صندوق الاقتراع. إن شاء الله احنا فالذي نرجع لك. يحفظ حقه الله يبارك فيك. يذهب إلى الانتخابات، وقد أوصينا أحسنت. أخواننا جميعا وشكلنا لجنة قبل الانتخابات، لجنة من ضمنها الدكتور ياسين، سيد نظام، سيد محمد، سيد شكر، يعني مجموعة كبيرة تجولوا بفرق على كل حمائل العشيرة يحثوهم للذهاب إلى الانتخابات، ووجوب الذهاب للانتخابات نساء ورجالا، وانتخاب الأصلح. وجزاهم الله خير، وأسأل الله التوفيق. وضعوا الثقة بي أنا إن شاء الله مرشح كلك في ثقة. ضمن قائمة المواطن في رقم 2. جزاهم الله خير، أسأل الله أن يوفقني أن أنال رضاهم بالمستقبل إن شاء الله. أحسنت شيخنا العزيز. أيضا نرحب بالسيد المايك، يا ريت إخواننا يجيبون. نعم. عشيرة بني عامر من العشائر التي تعتبر من خدام الإمام الحسين، وموقفهم الكبير الذي تنتظر كل الناس في يوم ال40. موكب رهيب، موكب ينم عن ولاء حقيقي لمحمد وآله الطيبين الطاهرين، وأنت أيضا من السادة الموجودين مع عشيرة بني عامر. كيف ترى موكب بني عامر وخدمتهم لسيد الشهداء طول مدة عاشوراء وما بعد عاشوراء في وفيات ولادات أهل البيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحمد الله سبحانه وتعالى أن نكون نحن عشيرة بني عامر ممن يمن عليه الله سبحانه وتعالى بالتوفيق خدمة لإقامة شعائر آل محمد عليهم السلام وإحياء أمرهم، كما قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: رحم الله من أحيا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا أهل البيت. فنسأل الله لنا جميعا التوفيق للاستمرار في إقامة شعائر آل محمد عليهم السلام. ولنا موكب مشهود ولله الحمد يوم 40 من شهر صفر يخرج من حسينية بني عامر في كربلاء المعلات على مشرفها آلاف التحية والسلام. موكب كبير منظم بتوجيه سماحة العلامة سيدنا مولانا السيد علي الموسوي حفظه الله ورعاه وجميع خدامه حفظهم الله. يخرج حقيقة يؤدي شعيرة من شعائر المذهب الشريف إلى حرم سيد الشهداء، وإلى ساحة ما بين الحرمين، وإلى حرم أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لإقامة هذه الشعيرة سنوات عديدة وأعوام مديدة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع خدام المذهب الشريف لإقامة هذه الشعائر الشريفة المباركة. سيدنا، ماذا توصي أبناء العشيرة وأنت أيضا من وجهاها ومن سادتها والله وقرب الانتخابات؟ ماذا توصيهم باعتبارك أنت كلمتك أيضا مسموعة؟ الله يطول عمرك أخي أبو حسنين. الحمد لله. ورد القول يقول: وغاية الحب تعطي غاية الكرم، وإن إن الله في عون المرء ما كان المرء في عون أخيه. فبدوري حقيقة أحد خدام عشيرة بني عامر أحث الإخوان جميعا على الخروج بكامل أفراد العشيرة نساء ورجالا يوم الانتخابات، ممن يؤهله سنه الانتخابي للانتخاب، على الخروج والفزعة والهمة، وإن شاء الله كلهم غيرة وهمة وفزعة إن شاء الله مشهودة لهم الحمد لله إن شاء الله مواقف كثيرة.
وإن شاء الله هذا الموقف القادم معركة الانتخابات إن شاء الله، هم أهلا إن شاء الله أن يسجلون موقف مشهود يوم الانتخابات القادم. أحسنت. احنا عندنا أحد المعاول. نعم يا ريت كاظم مرة. أريد الله وعلي الكرار، ايه أريد الله وعلي الكرار يحفظ هالشعب لينا. أريد الله وعلي الكرار يحفظ هالشعب لينا، سنة وشيعة نبقى بجاه مهدينا. نعم. كلك غيره يا عراق العز، 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 كلك غيره يا عراق العز. يا علي يا علي حبك عباده، سلام الله عليك يا سيدي يا مولاي. يا علي حبك عباده، الما مشى بخطك خسر، والتغلد بالولاية ما عرف ساعة خطر. والتغلد بالولاية ما عرف ساعة خطر، لا تجني ولا افتراء انت سيد الأوصياء، واللي ينكر هذا النقوله ما نحسبه من البشر. هناك الواقف حيدر وهو يصفيه، هناك الواقف حيدر هو 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 يصفيه. سادتنا ومراجعنا العظام، ايه السادة بسم الله، السادة والفروض قدم هناك. السادة بسم الله، السادة والفروض، السادة سين ولام سكان الأرض. السادة سين ولام سكان الأرض، السادة ما تنقص طول ولو عروض، ولو صارت نبي السادة تحل وتربط، لو 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 صارت نبي السادة. احسنت. خلي مايك هنا. احسنت احسنت احسنت، جزاك الله خير الجزاء. اي والله لو صارت نيبه الساده تحل وتربط. احنا لو ما الساده ال محمد كل امورنا ما تمشي، لان يروح ياخذ يا سيد، اللي يمشي ياخذ يا سيد. الساده مبتلين بكل الامور، شويه تحملونه. الله يديمكم ان شاء الله لاقامه الاصلاح والمعروف بحق محمد واله الطيبين الطاهرين. ناخذ فاصل حتى نتواصل وياكم ويا شيوخنا ويا وجهائنا ويا الشيخ عامر الفايز واخوته وابناء عمومته. ان شاء الله نتواصل وياكم بعد ان ناخذ هذا الفاصل القصير. اعزائي المشاهدين لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير ونعود اليكم. ابو فاضل يقول انا العباس، انا العباس وقت الغيظ بلوى بلوى بلوى، انا العباس وقت الغيظ بلوى، شنو الجيش لمح الجيش بلوى، مو عباس مو عباس طبل الحرب بلوى، الف عباس طبل الغاضريه، كتيبه كتيبه على الكتيبه وناس تردم ناس، معركه الزلم بيها انترس وهواس، شق حلق الشريعة شق حلق الشريعة ويضحك العباس، ها جيش تفلش من حدها جيش تفلش من حد، من طب العباس عليه جيش تفلش من حد، من طب العباس عليه جيش تفلش من طب العباس عليه جيش تفلش من طب العباس عليه جيش تفلش من حد، قائد على الجيش بزود، ابو فاضل قائد على الجيش بزود، ويده ياهو لاواها، من حيدر لابو محمد لاخوه حسين خلاها، من حيدر لابو محمد لاخوه حسين خلاها،
أخوة زينب الحرة كفاها ووفاها. تغفل يا ام عباس تغفل، ومفتاح الغيرة غفل يا ام عباس تغفل، مفتاح 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 الغيرة. يظل باسمك يا عامر القانون، يظل باسمك يا عامر القانون. يا رباط الكلافة موش منها ودول، يا رباط الكلافة موش منها ودول. كل عضاك لك والكل إلك يردون، كل عضاك لك والكل إلك يردون. يا راح عليك دوي العلي بلابك، 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 يا راح عليك دوي العلي بلابك. أهلا يا الربيع الشاعر المعروف، أهلا بالربيع الشاعر المعروف. فتح بيت النبوة بالحكي موصوف، يحكيها بطلاقة ولا يهب الخوف. هو مش عارف ناس السولف، 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 مش عارف ناس السولف. رشح يا بن فايز، رشح يا بن فايز واحنا لك منتخبين، رشح يا بن فايز واحنا لك منتخبين. تفوزوا داعة الكرار يا ابن السبع حج حسين، تفوزوا داعة الكرار يا ابن السبع حج حسين. نريدك جسر للاخوان واحنا الشخصك مصوتين، نريدك جسر للاخوان واحنا الشخصك مصوتين. وشراي عليها انت ويا العلي مرابط، شراي 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 عليها. إلك تحلى الرياسة وقعدة الديوان، إلك تحلى الرياسة وقعدة الديوان. شبل حسين عامر بالمجد عنوان، انت للكلايف سيف وانت بالعدل ميزان. قال عامر كنا نصوت للنواب مرشحين، 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 عامر كنا نصوت للنواب مرشحين. علي الآمن بربه وقبل الإسلام، علي الآمن بربه وقبل الإسلام، قبل لا يأذن وينطق بلاله. صحيح الحكوا عنك ما ينصفون، كثير أقلام مخموسة بحسان. قالوا علي ملثم ينطل الناس، يخافوا من الحسد يظهر جماله. لا بويا الحكي المبيول مردود، ديدن حيدره هو وعياله يتلثمون من ينطول للناس، يمينه يريد ما تدري شماله. الناس تصوم تفطر من يجي العيد، وعيد الله الكبير انت وهلاله. المحبس من يسولف عجبه للناس، سأل سائل الحيدر بتشحاله. راكع من تصدق خاتمه يقول طلع تلميذ حيدر وي سؤاله. الماخذ دور حيدر صدق غلطان، واشوف الدور خايف من خياله. ولو ان ما سيت حيدر كان موجود كان شل ادب فيلم الرساله. اذا امك علي جابتك بالبيت بعد شنطيهم اكثر من دلاله. من علينا البار بالولايه، من علينا وثار الخير كله، من علينا اعدانا ثقلت من علينا لان شافوا علي فوق الثريا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بهذه الله يبارك فيك شيخنا، بهذه الابيات نفتتح ان شاء الله الفاصل الثاني من حلقتنا رايه ودله، ومع عشائر بني عامر في مضيفهم العامر ان شاء الله دائما في محافظه البصره في قضاء شط العرب مع وجهائنا وسادتنا اللي هم على الراس ان شاء الله. نتشرف بهم بهذا المضيف العامر باهله وناسه. وقبل الفاصل اردنا ان نستمع الى سيدنا عنده بعض الاهازيج، السيد ابو هادي، كل الهلا بيك، نتشرف بيك. احسنتم سيد نظام والسيد عبد الله الموسوي، والنعم سيدنا بعد قلبي، قدام هذه العشيره وقدام المذهب الجعفري ان شاء الله تعالى، والنعم. المتمثل بمرجعيه سيد علي الموسوي دام الله ظله وحفظ الله مراجعنا الكرام في مشارق الارض ومغاربها. احسنت. في هذه المناسبه يسرنا جميعا كعشيره بني عامر ان نرحب مجددا بهذه القناه المباركه الوسطيه، قناه تسمى قناة أهل البيت لخدمة وتاريخها الكريم الفاضل لخدمة شعائر آل محمد عليهم السلام. فنرحب مرة أخرى بالأخ وهذا الكادر المبارك، فبارك الله بكم. أنا أقول أهو لو ما علي ياهو الدحل بيبان شاء ظلت باب خيبر ظلت لحد الآن، أهو لو ما علي ياهو الدحل بيبان، وياهو تطوع بسيف الانس والجان، وياهو للخلايق ترجم القران، وما حد يحمينا بيوم يصير المسلك، يحمينا بيوم يضيد المسلك، بيوم يضيد المسلك، ما حد يحمينا بيوم يصير المسلك. احنا مو رقصتكم هاي للساده خاصه، احنا جدنا تطوع الجن صارمه، والنعم من ابو الحسن، احنا جدنا. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: يا علي انا وانت ابوا هذه الامه. نعم. احنا جدنا تطوع الجن صارمه، واحنا جدنا النكر فضله صار امه، صار امه. واحنا جدنا الصخر لجله صار ماي، صار هنا وهناك الخايف، يوم المحشر يمن به 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 هنا وهناك الخايف. وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسنت الدكتور أيضا من أبناء العشيرة، وهو دكتور حسين ياسين، عفوا دكتور ياسين. دكتورنا مساك الله بالخير والعافية. مساكم الله خير أبو حسنين، جميع الأخوة بالقناة، قناة الفرات، أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. الربط بين يعني أنا قبل شوية حكيت ويا الشيخ، قلت له التواصل أيضا ما بين الإخوان موجود، ربما العلم والثقافة اللي الإنسان يتعلمها ما تمنع بأن يتواصل مع أخوانه، بالعكس تزيد ثقة وتزيد عنفوان وتزيد عزيمة على التواصل مع عشيرته وأبناء عمومته. بكونك دكتور من أبناء العشيرة، وأبناء العشيرة أيضا بها كثير من الشهادات العليا، ماذا تقول عن أبناء عشيرتك، وماذا توصي أبناء عشيرتك الذين الآن يعني في مقتبل العمر وهم واحنا مقبلين على الانتخابات البرلمانية؟ بالحقيقة أبو حسنين، بالنسبة لأولاد عامر، عشيرة معروفة على احتوائها بني عامر، احتوائها على الكفاءات العلمية من أطباء وأساتذة جامعة وقضاة، وبحدود أساتذة الجامعة بعشيرة بني عامر بحدود 150 أستاذ جامعي. نعم، شوية قرب المايك دكتور. بلا شك احنا قبل لا نكون أساتذة جامعة احنا منبعنا كان وأصالتنا تجي من أصالة العشيرة. أحسنت. والأب للعشيرة الله يحفظه ويرعاه إن شاء الله بجاه محمد وآل محمد، ربونا على مسلك، وإن شاء الله على هذا المسلك ثابتين إن شاء الله مهما كانت الشهادات ومهما كانت الكفاءات. الحمد لله والشكر، عندنا كفاءات كثيرة جاب الشهادات من خارج القطر، وواحد من عندهم خادمكم المتحدث، إلا أنه هذه الشهادة وهذه الكفاءات العلمية والامتيازات اللي حصلناها هاي ابتداء فضلها يرجع للمربي بصراحة. لذلك احنا يعني هذه ما يفصلنا عن العشيرة وما يفصلنا عن تقاليدنا وعاداتنا، كونها هي الشهادة اجت من ذاك وليس العكس. ان شاء الله فثابتين ان شاء الله على العهد، وان شاء الله نكون قد حسنهم، وان شاء الله بهذه الانتخابات اتكلم باسمي وباسم جميع الكفاءات العلمية الموجودة من بني عامر. ان شاء الله نقول للشيخ روح بفالك على قولتهم، على حكاية عمامنا، وإن شاء الله كنا خدام قبل لا نكون أساتذة، احنا أبنائك وإخوانك شيخنا. بارك الله فيك. أحسنت. الله يبارك فيك دكتورنا. ماذا يعني وصيتك لأبناء عشيرتك اللي
بعمرك الكفاءات اللي موجوده، وصيتك لهم ان شاء الله بقرب الانتخابات. والله أنا بالنسبة لي أوصي جميع أخواني من حملة الشهادات العليا والكفاءات وباقي الأخوان جميعا بالعشيرة وبالبصرة عموما أنه يختارون الشخص المناسب. نعم. لأن بصراحة هذا الصوت لا يعني شخطة قلم بس، بالنسبة لنا هذا الصوت يعني طاعة سادتنا وموالينا ومشايخنا. أكيد ما رشح الغيره، أكيد ما صوت الغيره، يعني اسمحوا لي لا تسموها عصبية أو لا تسموها، بس بلا شك يعني ما يرشح. تعرفه أنت، أي نعم، تعرف شنو كوني معناه. أعرفه فلا بد انه اروح ان شاء الله اذا ما شيلني رجلي زحفا على الراس ان شاء الله، وانتخب شيخنا وحجينا واخونا شيخ عامر ان شاء الله. وبصراحه هذا اللي احنا ان شاء الله عليه، وان شاء الله بيوم 30/4 فازعين فزعه انا واخواني ان شاء الله، وحنكون جسر اذا الطريق ما مبلط، جسر لاخواننا يعبرون علينا يوصلون مراكز الانتخابات ان شاء الله يفوز الشيخ ان شاء الله. ان شاء الله يفوز، بس كل من يفوز هم يكون يعني يعرفنا بعد، لو ما يعرفنا والله يا ابو حسنين احنا ما رحنا لان شفناه ما نسالنا. اي صح. يعني طيله هذه الفتره ما واحد راح له ورده، ما واحد وصل له وما سعى المسعى. طبعا المسعى دائما باتجاه الخير وباتجاه طاعه محمد وال محمد واوليائهم، وبصراحه هذا السبب هم اللي راح يخلينا ان دافع اكبر نروح ننتخبه، لان شفناه ما خالفهم صلوات الله عليهم في مسعى دائما هو مطبق للشريعه وخادم لاهل البيت، وخادم لاهل البيت بلا شك. يعني يستاهل كل الخير، وخدام اهل البيت يستاهلون يحطون على الراس، وان شاء الله اهل البيت هم اللي يخدمون اهل البيت مسددين دائما من محمد واله الطيبين الطاهرين. نسمع من حجينا. نعم ابو عباس. ابو عباس بدها زحمه عليك. كله قبل باللبش بمشينك واللي تخفه. اي كله قبل باللبش بمشينك واللي تخفه، السبب واضح ومعروف لانحراج حل كفه. نريد من الظلم لسنين، نريد اليوم نشفه، وبسود ايامين يوم الذكر الطاغي، وبسود ايامين والسلام عليكم. احسنت احسنت والسلام عليكم ورحمه الله احسنت وبركاته. احسنت 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 احسنت. نعم حجينا حجي كاظم. مساك الله بالخير والعافيه حجينا العزيز، الله يبارك فيك. علاقه سؤالنا ايضا علاقه عشيره بني عامر بالعشائر الباقيه اللي موجوده اللي شفناها على طول الطريق. ايضا احنا نرى كثير من العشائر بهذه المنطقه وفي محافظه البصره. ايضا علاقه عشيره بني عامر بالعشائر الجنوبيه الباقيه محافظاتنا العماره والناصريه والكوت وبغداد وخارج العراق. هل هي نفس العلاقه باقيه ام تغيرت على مر الزمن؟ والله علاقه عشيره بني عامر باقي العشائر علاقه جيده جدا. نعم. لان الطريق الماشي به العشيره طريق محمد وال محمد. يا اللهم صل على محمد وال محمد. العشيره دائما خطين متوازيين مع المرجعيه. يعني دائما تسلك طريق المرجعيه. اي عمل يخالف المرجعيه وشرع الشرع ما تمشي به. احسنت. لان هواي يكون اعراف عشائريه تمشي بها العشائر. على سبيل المثال يدخلون النساء بالفصول والقتل، شغلات هاي العشيره اي شيء ما يجاوب الشرع ما تمشي به. لذلك دائما احنا سباقين في هذا العمل، ودائما كل الجلسات العشائريه نشوف يشيدون بعشيره بني عامر. والنعم. هذا الشيء لان تسلك طريق المرجعيه دائما بهذا العمل. فلذلك احنا عندنا مبدا التسامح، مبدا يعني الاخوه، مبدا في كل شيء احنا سباقين بالعمل الجيد مع كل العشائر سواء في البصره او بالعماره او بالناصريه او بكل المحافظات. احسنت. ايضا انت من وجهاء العشيره، ماذا توصي ابناء عشيرتك والشيخ مرشح من ابناء عمومتك وعشيرتك؟ والله انا اوصي، انا مو كشيخنا يعني حقيقه. يعني قله مثل هذا الشيخ، يعني رجال يشهد الله، يعني شهاده لله، يعني رجل منصف. اذا كان من ابناء العشيره مو زين يقول مو زين، باطل، يعني ما يجامل بالحق نهائيا، دائما مع الحق. فلذلك انا اشيد بكل اخواني وكل ابناء العشيره وكل رؤساء الحمايل ان نكون نذهب جميعا رجالا ونساء للانتخابات. وانا حقيقه ما نلقى اسمها الحجي، لان انا جربت باكثر من موقف، يعني رجال يمشي قدامنا. كل المواقف يمشي قدامنا الرجال. فاحنا ما نلقى احسن من الحجي، ونكون احنا نكون سباقين رجال ونساء وكل من يعني يسمح عمره بالانتخابات، ان ننتخب الحجي اللي هو رقم القائمه 273 تسلسل رقم 2. احسنت.
الله يبارك فيك. هو هم صاحب حظ وبخت، يعني من دائما شيوخنا وكبراءنا بالعشيره دائما يكون اصحاب بخت، والبخت ان شاء الله موجود. والبخت هذا اللي اذا صعد الشيخ الحج اذا صعد هو مو بس يدافع عن ابناء عشيرته، لا راح يدافع عن كل ابناء العراق وخصوصا ابناء البصره اللي انظلمت وشافت ما شافت في العام السنه الميزانيه السابقه كانت لولا الحج كان نفس ما قررت الميزانيه، كان هو سبب الرئيسي بقرار الميزانيه الحج كان. موفق ان شاء الله، يعني هو كان لولا هو العام كان ابدا ميزانيه ما قررت العام، فهو كان بسعيه وجهوده وكان يعني كفه الميزان هو كان ما تقول هو يمه. الحج يتكلم عندما النصاب العام مثل هاي السنه توقف النصاب، وانا كنت جاي شويه اخير شيء، توقف النصاب على 1 صوت ويكمل النصاب، فكان السيد رئيس المجلس راد يرفع الجلسه. فمن اجيت انا استقبلني بعض زملائي النواب من القوائم الاخرى خارج التحالف، من الاخوه الكرد، الاخوه في العراقيه والاخوه لا تدخل لا تدخل. قلت ليش ما ادخل؟ يعني هسه ما تسمي الزملاء في وقتها لا تدخل لا تدخل حتى لا يكمل النصاب. قلت لهم انا واجبي الشرعي ان يكمل النصاب حتى تقرر الميزانيه، هذا قوت الشعب العراقي، ما بي مداهنات سياسيه ولا بي لف ودوران سياسي. احسنت. فكان تربطني بهم علاقات يعني انا حتى قرابه بعضهم وصداقه والى اخرين، مع هذا مصلحه البلد فوق كل اعتبار. احسنت. فمن دخلت باللحظه الاخيره اللي راد يرفع بها الجلسه سيد رئيس المجلس اكتمل النصاب فمشت هذا اللي يقصد عليه. جزاك الله خير. دائما اخباره الى فضل، والسنه بنفس الشيء صدر بيان شجب بهذه العمليه وشجب به النواب وشجب به البرلمانيين المقصرين بهذا العمل، كان صدر بيان ونقلته اكثر من وسائل الاعلام كان نقلته بهاي العمليه، فالى فضل كبير حقيقه. بس الناس هواي ناس يقولوا شو مسوي حجي؟ ما يدرون يعني وكل ما يدري يسولفه. صحيح. هواي اكو اعمال جاي يسويها بخدمه البصره وخدمه الشعب العراقي، بس ما حد يدري بها الناس، ما حد يدري بها حقيقه. ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يعلم بها واهل البيت، وهو اعلم بما يجري، والناس ايضا تعلم لابناء عشيرته اللي يحبوه، وهذا التجمع الكبير هذا دليل على ان الحاج هو من الناس اللي الطيبين والناس تحبه دائما. الله يوفقه ان شاء الله لكل خير بحق محمد واله الطيبين الطاهرين. شكرا لك حجينا. احنا ناخذ فاصل حتى نتواصل وياكم ويا وجهاء العشائر ويا شيخنا العزيز. اعزائي المشاهدين لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير ونعود اليكم. ما شافك يعرفك والله ويثمنك، مراعي عليه انت من صغر سنك. ما شافك يعرفك والله ويثمنك، مراعي عليه انت من صغر سنك. محتار الغوافي تحكي عن فنك، محتار الغوافي انت من صدور الملعب ومش من ذيالته من صدور الملعب، وش 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 من ذيالته من صدور الملعب. احنا هذا قضاء شط العرب، قضاء شط العرب بنشلها للنشوة. ماضينا عريق ولازم الذكرى، ماضينا عريق ولازم الذكرى، وطيبتنا وحيده كلها بالبصره. خصوصا هالكتر بنشلها للنشوة، خصوصا هالكتر بنشلها للنشوة. هاو خالد ماضينا سولف بيه السولف، 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 خالد ماضينا سولف. نسولف للأخوة والحشي مريون، نسولف للأخوة والحكي مريون، ولبن حج حسين نصوت وهاي بيها شهود. نسولف للأخوة والحكي مريون،
ولمن حج حسين نصوت وهاي بيها شهود. خوتنا سمك للماي صك موقع ومسنود. خوتنا سمك للماي هاو بدا من ابو صملين عام ابن الفايز. 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 هاي بني عامر. بني عامر قوم وإن بذل الأعراب من كرم. قوم وإن بذل الأعراب من كرم كآل عامر ما من قوم قد بذلوا. صفة العبيد إذا ضيف ألم بهم أحرار يوم الوغى والشاهد الأشل. تحدوهم الراية الخضراء تجمعهم فهي الربيع إذا ما أجدب المحل. إن تنصروا الله ينصركم تلوح بها فهي الشعار وما عن ذلكم عدل. هاو راية عامر تخفج واسم الله عليه. هي وراية 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 عامر تخفج. عودة أخرى أعزائي المشاهدين وبرنامجنا راية ودلة في محافظة البصرة في مضيف بني عامر قضاء شط العرب. نرحب بهم في فاصلنا الأخير ونقول لهم مساكم الله بالخير والعافية مرة ثانية على كل أهلنا وكل عشائرنا الوفية بالشمال إلى الجنوب. شيخنا العزيز، كتلة المواطن أو ائتلاف المواطن وضع برنامج كبير وبرنامج موسع لكل شؤون الحياة، وهذا البرنامج أيضا وزع للناس. اللي متلقي الآن والمستمع الكريم يريد يشوف إذا صعد الشيخ عامر الفايز ماذا يعمل لأبناء البصرة، ماذا يعمل لأبناء العراق، ماذا يعمل لهذه المنطقة اللي موجودة أيضا، شنو منهاجه وماذا يفعل في البداية، محاربة الفساد، القضاء على البطالة، ماذا يعني شنو المنهاج اللي هو مصر عليه أن يفعله في مجلس النواب؟ قطعا دخولي أنا دخلت مهم كشخص، دخلنا تجمع العدالة الوحدة ككتلة ككيان، دخلنا ضمن ائتلاف المواطن. أحسنت. دخلنا ضمن ائتلاف المواطن ليس دخول اعتباطي أو دخول مجاملات، إنما دخلنا دخول اعتباري، لأننا رأينا أن برنامج الانتخابي لائتلاف المواطن يتماشى تماما مع أهدافنا ومع رغبة المواطن وتوجهاتنا ورغبة المواطن العراقي وحاجته. مثلا ائتلاف المواطن اعتمد أول شيء من الأشياء المميزة تجاوز سياسة المحاصصة الذي ابتلى بها العراق، وجاءت كل الولايات اليوم نتيجة هذه المحاصصات تحت عنوان توافق سياسي، تحت عناوين أخرى، في النتيجة هي محاصصة. وفي المحاصصة جاءوا ناس غير كفؤين إلى مواقع حساسة تحت عنوان هذا العنوان المحاصصة. فمحاربة المحاصصة هذا هدف أول. اثنين، رأينا أن في برنامجنا برنامج ائتلاف المواطن سنعمل، تعاهدنا وتبانينا جميعا سنعمل كفريق واحد، وأن اليوم العراق يحتاج إلى فريق واحد متجانس وليس مجرد فريق وهو مختلف ظاهرا متفق وباطنا مختلف، إنما فريق متجانس يستطيع أن يحقق البرامج. الآن البرنامج للمواطن اللي تفضلت أنه طلعوا عليه كل المواطنين، هذا يحتاج إلى آلية تطبيق. أحسنت. وآليات التطبيق تأتي من خلال تشريع القوانين المهمة. ولا يمكن تشريع القوانين المهمة إذا ما يكون الناس الذين يعملون في المؤسسة التشريعية هم من الناس الكفؤين القادرين على التمييز بين الغث والسمين وتقديم الأولويات لهذه القوانين التي تخدم البلاد وتخدم المواطن. وإلا لماذا الآن قوانين كثيرة كالنفط والغاز، قانون الأحزاب، قوانين أخرى، قانون العمل، قوانين كثيرة الآن تأخرت
ربما من دورات سابقة وربما بهذه الدورة تأخرت قوانين كثيرة بسبب الصراعات السياسية وعدم تقدير هؤلاء الأخوة السياسيون لأهمية هذه القوانين ومصلحة المواطن. عملوا بتغليب المصلحة الحزبية والمصلحة الفئوية على المصالح العامة. ائتلاف المواطن اليوم مصر على أنه يتجاوز هذه النقطة ويتعداها إلى أبعد، وأن اليوم ائتلاف المواطن يريد أن يعمل أن يقوم الشعب بتوجيه الحكومة، وليس الحكومة تسيطر على الشعب بقوانين تعسفية. هذا شيء إن شاء الله نحن عازمون على محاربة الفساد، على محاسبة المفسدين، على استفادة من الكفاءات في البلاد، على استحقاقات كل شخص في مكانه لخدمة هذا البلد، وإن لم يكن ائتلاف المواطن. إذا رأينا أنه إنسان كفؤ في مكان معين مهم يخدم البلد وإن لم يكن ائتلاف المواطن نحن ندعمه. وكذلك ائتلاف المواطن اليوم في خططه وبرامجه اعتمد على الاستفادة من الخبرات في المناطق الدول المنطقة أو دول العالم. أحسنت، صحيح. الخبرات مهمة، لأن كما يقولون لن يستطيع الإنسان أن يمر بجميع تجارب الحياة، فعليه الاستفادة من تجارب الآخرين. لماذا أبدأ أنا من الصفر إذا كان أكو أمامي جدول يوصلني إلى أن أبدأ من 4 أو من 5؟ ليش أبدأ من الصفر؟ أحسنت. ائتلاف المواطن مصر على أن يبدأ مسيرة جديدة مستفيد من الخبرات، قد شخص السلبيات. ائتلاف المواطن شخص السلبيات. طبعا أنا أقول ائتلاف المواطن، أنت سألتني عن برامجي، أنا برامجي هو جزء لا يتجزأ من ائتلاف المواطن. نعم. أنا أحد أبناء الائتلاف وأنا أحد أعضاء الهيئة السياسية للائتلاف. يعني نحن مجتمعين وبالتشاور سيد عمار الله يحفظه نعم القائد لهذا الائتلاف، لأنه لا يهمل حتى الملاحظة من أبسط شخص داخل الائتلاف. صحيح. وليس له سياسة للتهميش لأحد، يستفيد من كل الخبرات، يستفيد من كل الأقوال، مهمة كانت أو نراها بسيطة هو يراها مهمة. صحيح. هاي المسألة جعلتنا كل احنا اعطتنا الفرصة، شاركنا وساهمنا في كتابة برنامج الائتلاف، طبعا وبإشراف مختصين. البرنامج الكبير، البرنامج ائتلاف اليوم ائتلاف المواطن، طبع ب3 نسخ كما تعلمون. النسخة الكبيرة حوالي 200 صفحة، هذه كتبت من اخصائيين كل في اختصاصه. ابو النفط كتب بالنفط، وبالزراعة كتب بالزراعة، وبالصحة كتب بالصحة، وخبرات من داخل البلد وخبرات مستعينين ايضا بخبرات خارجية، وهذا ليس بالعيب، لأنه الآن من أدز ابني يدرس بالخارج ويجيب لي خبرة البرة، هذا استفادة وليس عيب. استفادة من الطاقات الخارجية. نعم، الخبرات الكبيرة التي فهذا البرنامج أيضا يقرأه المختصون ويفهمه المختصون. كذلك عمد ائتلاف المواطن مراعاة لمشاعر الناس المختلفين المستويات العلمية ومختلفين تشخيص الأمور، نسخة وسطية لمن هو ذو خبرة وذو علمية لكنه ليس من ذوي الاختصاص المتبحرين بدقائق هذا البرنامج. وبعد ذلك طبع نسخة صغيرة لعموم المواطنين، نسخة مبسطة ونسخة وسطية ونسخة لكل المبسطة لعموم المواطنين، أي كان يقرأها يفهمها. كل ذلك يريد ائتلاف المواطن أن يثبت للناس أننا صادقون في عملنا وسنكمل المسيرة إن شاء الله. وهذه البرامج بأيديكم تعمد ائتلاف المواطن بتوزيعها كي يحاسب الناس ويحاسب الشعب من يتصدى من ائتلاف المواطن. وتعاهدنا عهد شرف وعهد بالله أنه سيكون ائتلاف المواطن أول من يحاسب ابن الائتلاف إذا كان بمسؤولية ويخل بواجبه. هو هذا الشيء ائتلاف الصحيح. المواطن أول من سيحاسبهم طبعا. ونؤمن بحكومة الأغلبية السياسية. نقول أغلبية سياسية لا نقصد بذلك أغلبية طائفية ولا أغلبية مناطقية ولا أغلبية قومية، أغلبية سياسية. لذلك ترى ائتلاف المواطن اليوم يحتوي السنة والشيعة المسلمين وغير المسلمين والمسيح أيضا معهم، المسيحيين غير المسلمين والإسلاميين والليبراليين جميع، لأنه ائتلاف المواطن شخص أن المجتمع العراقي فسيفساء متكونة من عدة ألوان، فيجب التعامل مع جميع هذه الألوان بشكل كامل لكي نخدم شعبنا ونخدم بلدنا ونصل. اليوم كنت بلقاء مع السيد محافظ البصرة ووزارة الاجتماع، كان صباح اليوم السيد محافظ البصرة والسيد الأستاذ عقيل الخالدي
مسؤول لجنة الاقتصاد في مجلس المحافظة، وأنا حضرت باعتباري عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان، والسيد المحافظ الدكتور ماجد الله يوفقه. دكتور ماجد رجل كل البصرة تشهد له، أثبت وجود وأثبت رجل أنه يريد أن يشتغل وأن يعمل. حضرنا كان عنده برنامج وشفنا البرنامج إلى 2040 الله، ومتعاقد مع بعض الشركات العالمية لتنفيذ هذه البرامج، بناء مدينة صناعية وبناء حديثة طبعا متطورة، بناء مدينة سياحية أهل البصرة، بناء مدينة صناعية، مدينة سياحية، مدينة طبية أحسنتم. نعم. يعني برامج عندما رأينا الخرائط اندعينا الله أنه يرزقنا أن نعيش ذاك العمر حتى نشوف، وإذا ما إحنا فأبنائنا راح يشوفون إن شاء الله. إن شاء الله. وأمشي البنى التحتية البنى التحتية قد اكتملت. نعم. المرحلة الأولى البنى التحتية للمدينة الصناعية في منطقة الزوير اكتملت نهاية هذا العام، تكتمل المرحلة الأولى. واليوم كان بعد المناقشة واستجاب الدكتور ماجد فورا، يعني أنا تكلمنا كان طالبين وزارة الصناعة طالبين أنه التوزيع لأن مخصص للبصرة 200 دونم للمدينة الصناعية. أنا شخصيا ناقشتهم قلت لهم هذا حرام على البصرة 200 دونم، أنتم ناطين إلى مناطق أخرى الأنبار 6000 دونم، الناصرية 2000 دونم لإنشاء مدينة صناعية، تعطونا البصرة تأتي بالدرجة الثانية بعد بغداد في الصناعة 200. هذا حرام. رأسا السيد المحافظ جاب حضر بالاستثمار وحضر كذا، طلعنا الخرائط وخصص 2000 دونم لإنشاء المدينة الصناعية، وطلعوا الإخوة ممنونين، وإحنا راح نتابعهم إن شاء الله التطبيق. هذا عمل ائتلاف المواطن، يعمل عمل علمي مدروس مبني على خبرات في كل المجالات، صحة، تربية، صناعة، زراعة، خدمة بعيدة الأمد وليس خدمة يوم أو يومين. نعم. كذلك ائتلاف المواطن لا يؤمن ولا يعمل بالإصلاحات الترقيعية. اليوم احنا أصر في الاجتماع الأخير السياسي المواطن كان الاتفاق والإصرار على العمل بالحلول الجذرية وعلى التغيير، لأن المواطن اليوم يطلب التغيير. التغيير ليس في القيادات السياسية فحسب، التغيير في كل الأمور التي تشخص فيها سلبيات ويشخص فيها معائب. أحسنت. سأعمل الاتفاق المواطن على تغييرها إن شاء الله. الله يبارك فيك وإن شاء الله موفق جميعا. تكون أنت أيضا من أحد نوابنا بعزيمة مع عمومتك وأهلك وأخوانك من أهل البصرة. نعم. أسمع أخواني، وهذا الكلام بحقي هذا حقيقة يثقلني بمسؤوليات أخرى، ويثقلني يجب علي أن أبذل جهد أكثر لكي أكون أرضي طموحهم وأكون قدر المسؤولية إن شاء الله. أنت أهلا لذلك إن شاء الله. والتوفيق. أهلا لذلك شيخنا العزيز. شكرا. نعم. أهلا وسهلا بقناة الفرات والأخ أبو حسنين ومضيف بني عامر يا ميتله. الله يبارك فيك. الله وسهلا بك. نزهة من الربوبية، نزهة من الربوبية وبيه شمارد توصف. إيه قوم هنا. نزهة من الربوبية وبيه شمارد توصف. علي للنايبة منعوت للضيجات وللتكليف. نزهة من الربوبية وبيه شمارد توصف. علي للنايبة منعوت للضيجات وللتكليف. دروب السماء أحسن من القاع وهو يعرف. بساحات الوقا ضحاك بس وقت الصلاة يرجف. هاو شنه تقول عليه، شنه تقول عليه مقصر ويكرار مقصر. 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 كتابك من تكض قلب الوجهين وتأكد من ختمته كون ابو الحسنين. كتابك من تكض قلب الوجهين وتأكد من ختمته كون ابو الحسنين. واذا نشدوك هذا الوصل جبته منين؟ ولو نشدوك عليه قلهم وقع حيدر. لو 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 نشدوك عليه قلهم وقع حيدر. أحسنت. كاظم وين راح كاظم؟ قوم لنا كاظم. إيه أنت وكاظم، أنت وكاظم. هو كاظم أخوك؟ اي والنعم منك ومن كاظم. وقبل عباس صارت وانحكى بيها. ايه بعد بيتي.
اكو خوة قبل عباس صارت وانحكى بيها، خوة حيدر الكرار ويا النبي باديها. خوة حيدر الكرار ويا النبي باديها، ذيك وهاية الشابه من ابوه اللي اخذها ولايق عليه، وهم سنوها الخوة انعرفت بيهم، سنوها الخوة انعرفت بيهم، هم سنوها الخوة انعرفت بيهم، هم سنوها الخوة انعرفت بيهم، هم سنوها الخوة انعرفت بيهم. هذا من فارس اللي يبرز مرحب يوم النادي. هذا من فارس اللي يبرز مرحب يوم النادي، كلها شردة الفرسان وكلها سكتة الغادة. اي والله كلها شردة الفرسان وكلها سكتة الغادة، بس حيدر علي الكرار قال الرقبة سدادة. نعم من ابو الحسن. بس حيدر علي الكرار قال الرقبة سدادة، ولو ضاجت بينا تخيلك يا ابو حسين تخيلك، لو ضاجت بينا تخيلك يا ابو حسين تخيلك، لو ضاجت بينا تخيلك يا ابو حسين تخيلك، لو ضاجت بينا تخيلك يا ابو حسين تخيلك. نندبك من نطيح بضيج تحضرنا، ونندبك بالصراط هناك من تكثر سوالفنا. اي والله من تكثر صوايحنا. نندبك من نطيح بضيج تحضرنا، ونندبك بالصراط هناك من تكثر سوالفنا. دخيلك يا داح الباب، مد ايدك يا داح الباب طلعنا. دخيلك يا داح الباب مد ايدك، ولو ضاجت بينا تخيلك يا الكرار تخيلك، لو ضاجت بينا تخيلك يا الكرار تخيلك، لو ضاجت بينا تخيلك يا الكرار تخيلك، لو ضاجت بينا تخيلك يا الكرار تخيلك. زينب نشدت العباس، زينب نشدت العباس، نادت والقلب معلوم. زينب نشدت العباس نادت والقلب معلوم، ترضاها يا ابو فاضل اروح ميسره ويا القوم. ترضاها يا ابو فاضل اروح ميسره ويا القوم. هاي اخت البطل عباس ذاك الفارس الجيدو، هاي اخت وين مخليها قعد يا الكافل زينب، مخليها قعد يا الكافل زينب، وين مخليها قعد يا الكافل زينب، خالد للزمن يا حسين ظليت، خالد للزمن يا حسين ظليت، وين انحاربك ويقول ظليت لابن المصطفى يا ريت، ظلي اترديك من الشمس يا ابن الزكيه. اهل الشام ماتوا ما يموت حسين، وقبر حسين شرعا العراقي. خلينا نتكاتب والشهود اثنين، حسين بيوم العاشر ثبت دينه ومات عليه، حسين بيوم العاشر ثبت دينه ومات عليه، حسين بيوم العاشر ثبت دينه ومات عليه، حسين بيوم العاشر ثبت دينه ومات عليه. حسين من المدينة لكربلة عنه، حسين من المدينة لكربلة عنه، وحتى السيف برقاب والزلم سنه، وحتى السيف برقاب والزلم سنه، الدنيا طلقاها وفاز بالجنة، وعاف الدنيا وما بيها حسين اختار الجنة، عاف الدنيا وما بيها حسين اختار الجنة، عاف الدنيا وما بيها حسين اختار الجنة، عاف الدنيا وما بيها. احسنتم ارجع لعلي، احسنت ارجع لعلي، هاي الاخيرة. احسنت. علي درب الهداية ولينك ريتي، علي درب الهداية ولينك ريتي، علي يعرف البينة وما نعرف البيه، علي يعرف البينة
وما نعرف البيه علي يفرح الطيب من يمر طاريه وسيف الدين وقرآن ماشي بملة حيدر دين وقرآن ماشي بملة حيدر سيف الدين وقرآن ماشي بملة حيدر. أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء. احنا في نهاية الحلقة لا يسعنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى شيخنا الشيخ عامر الفايز على حسن الضيافة والاستقبال. شكرا لك. الله يبارك فيك، إن شاء الله التوفيق الله يبارك فيك، كل قصور ما بك إن شاء الله. وشكرا لكل الشيوخ العشائر الموجودة وأخواننا وسادتنا الأعزاء. إن شاء الله احنا نكون خفيف الظل عليكم بهذه الحلقة، وأنتم أخواننا الأعزاء الذين دائما نشوفهم ونتزاور معهم. الله يبارك فيك إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، احنا حلقتنا مع بني عامر في قضاء شط العرب انتهت، لكن لم تنتهي مع عشائرنا الباقية. إن شاء الله انتظرونا في حلقاتنا القادمة على الحب والسلام والأمان دائما. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. لك ينضح يا ابو الغيرة عراقي، لك ينضح يا ابو الغيرة عراقي، والمعيش على هقاعك عراق سني وشيعي هذانه، عراق بن هذا البلد واهل عراقيين. احنا اهل العراق السنة والشيعة نحب نزرع وطننا وناكل بخيره، ملينا الحزن ونريد توديعه. اخوان احنا ونتعاون ونعمر الديره، اخوان احنا ونتعاون اخوان احنا ونتعاون نعمر الديره، اخوان احنا ونعمر الديره، اخوان احنا ونعمر الديره، اخوان احنا ونعمر الديره، اخوان احنا ونتعاون. الشيخ يقول هلا هلا بجيت الفرات، وهلا هلا بكل عمامي، وهلا بكل من حضر. هلا هلا بجيت الفرات، يقول وهلا بكل عمامي، وهلا بكل من حضر. اريد الله وعلي يحفظكم من الشر، بيكم مرتفع راسي، وبيكم يمنتي تسط. وحيينا برجال الملعب، حيينا برجال الملعب، حيينا برجال الملعب، حيينا برجال الملعب، حيينا برجال الملعب، وحق الضلع والبسمار، وحق الضلع والبسمار، وحق الباب والعروة يا شيخنا، وحق الضلع والبسمار، وحق الباب والعروة، وحق الحمزة والطيار، والصفا والمروة. الما يقصد اخوته بضيج ابد ما تنحسب خوه، الما يقصد اخوته بضيج ابد ما تنحسب اخوه. وتدري ليش اجتمعنا اليوم يا شيخنا؟ لان متروس راسك غيره ومروه. تعرف ليش اجتمعنا اليوم؟ لان متروس راسك غيره ومروه. وتعرف معناها الخوه تريد الخوه، معناها الخوه تريد الخوه، تعرف 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 معناها الخوه تريد الخوه. يا دمنا يا دمنا ولحمنا عليك روح تروح. الشيخ يقول يا دمنا ولحمنا عليك روح تروح، ويا خوة الحلوة للجروح تروف. ذهب صافي ذهب صافر ده وصفك والذهب موصوف. هاو خوتكم هاي تفاخر فيها تفاخر، خوتكم هاي تفاخر فيها تفاخر، خوتكم هاي تفاخر فيها تفاخر، خوتكم هاي تفاخر فيها تفاخر،
تفاخر بيها قوتكم هاي تفاخر بيها قوتكم هاي تفاخر بيها قوتكم هاي. يظل هذا البيت محمود الصفات وبخجدهم نالوا على المرتبات. واسمع السيد يقول لك يا هلا ومية هلا بجيت الفرات. واسمع السيد يقول لك يا هلا ومية هلا بجيت الفرات. ومنصوبة لهم دلوا راية منصوبة لهم دلوا راية منصوبة لهم سمي دلوا راية منصوبة لهم